الشكر الأساتذة المدرسين الباحثين الدكاترة الآن كنتواجد في الفضاء الجمعوي بشارع بينو من أجل هذه الندوة القيمة اللي تحت عنوان يعني القطاع التعاوني في تنمية الترابية بالجهة. هذا يعني الملتقى ولا هذا الندوة جاءت دائما في إطار يعني التقرب، يعني نقربوا من التعاونيات المشاكل اللي كيعانوا منها يعرفوا كذلك يعني ما لهم وما عليهم. وحضرنا مجموعة من الدكاترة، ومن هنا كنشكرهم على الحضور ديالهم مميز، والحمد لله يعني بزاف ديال التعاونيات استفادوا، وكاين الحضور اخر اللي عنده فكره بغى يأسس التعاونيه حتى هو كذلك راه استفاد. الحضورات اللي تتجاوز بحوالي 20%. هذه الندوه اللي تتعلق بدور التعاونيات في التنميه المجاليه للتنميه الترابيه بجهه المواطنين. حاولنا نسلطوا الضوء على الدور اللي تلعب التعاونيات في هذا المجال ديال التنميه الترابيه والمجال ديال المحليه. في البدايه عرجنا على المفهوم ديال التنميه المحليه، ثم على الدور اللي تلعب التعاونيات في الاقتصاد في التنميه الاقتصاديه سواء دوليا او افريقيا او وطنيا. ثم عرجنا على الضوء على المراحل لقطاع العمل التعاوني في المغرب، مرورا بالمرحله ديال محاوله استنباط التعاوني تاع الحمايه الاستعماريه، ثم مرحله محاوله بناء قطاع تعاوني مستقل في المرحله ديال فجر الاستقلال الى عام 1982، ثم المرحله ديال توحيد القوانين المنظمه للتعاونيات ابتداء 1984 اللي عاد دخل الحيز التنفيذي في 1990، ثم المرحله ديال اعطاء انطلاقه ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي اعطاها انطلاقتها صاحب الجلاله نصر الله. الدور ديالي في هذه الندوه العلميه حول دور القطاع التعاوني في تعزيز التنميه الترابيه، تمحورات حول الاطار القانوني والدور ديالو في تعزيز هذه التنميه. فكما تعلمون اليوم عندنا اطار قانوني جديد 112 اللي جاب مجموعه من المستجدات، سواء بالنسبه ما هو مالي او ما هو ضريبي. اليوم التعاونيات كما تعلمون يعني تعرف تخفيضات ضريبيه، سواء بالنسبه للضريبه على القيمه المضافه او الضريبه على الشركات. كذلك اليوم مجموعه من المستجدات بالنسبه للاعضاء وبالنسبه يعني سجل التعاونيات اللي كيخول هذه التعاونيات المشاركه في الصفقات العموميه. فالندوه اليوم هي محفز بشكل كبير للتعاونيات، خاصه التكوين ديالهم في هذه المجالات هذه سواء القانونيه او غيرها، اللي غادي تاهلهم يعني المشاركه بشكل كبير في هذا القطاع والعطاء فيه. رئيس جمعية عائشة للتنمية عن قرب والاهتمام بالبيئة. بالطبع نسيج التعاونيات في جهة كلمة موادنون يشهد واحد عدد كبير من التعاونيات، لكن يبقى أن هناك نقص في الدعم والمواكبة لهذه الجمعيات، وكذلك نقص في التكوين. يجب أن يكون تكوين متكامل تشارك فيه على الأقل 3 متعاونين من نفس التعاونية حتى تعم الفائدة. أيضا يجب تنظيم زيارات ميدانية لتبادل التجارب مع جمعيات أخرى في مناطق أخرى، بحيث أن الجمعيات لدينا تعاني من مشكل الإنتاج، تقنيات الإنتاج وخضوعها لشهادة السلامة الصحية والغذائية لونسا، وتعاني أيضا من مشكل التسويق الذي هو إكراه كبير جدا. وأغلب التعاونيات تعمل
في إما مجال الصناعة التقليدية أو تثمين المنتوجات المجالية. وهذه بالطبع تحتاج إلى سياحة، تحتاج إلى تنشيط السياحة في الجهة، وبهذه الطريقة يمكن للتعاونيات أن تنهض ويمكن لها أن تسير إلى الأمام وتنمو لمواجهة كل هذه الصعوبات التي سبق ذكرها.